السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم بما أنه فصل الصيف والسخانة حبيت نشارك معكم وصفة شكشوكة في الكوكوط. هذه الوصفة يعني تناسب خاصة العاملات واللي يكونوا مزروبين، وهذه الوصفة عندها مكونات جد بسيطة. أول حاجة أنا هنا عندي حبات نتاع البطاطا، هنا 5 حبات لا يكونوا متوسطي الحجم. عندي كذلك هنا حبة بصل تكون كبيرة، عندي حبة نتاع قرعة ولا جريوات، عندي كذلك هنا 4 حبات نتاع فلفل. هنا كي يكون الفلفل نتاعكم كبير تقدروا تستعملوا 2 حبات كبار فقط. الكمية نتاع الخضر على حساب أفراد العائلة. أول حاجة هذيك البطاطا بعد ما قشرتها هنا راح نقطعها مكعبات بالشكل اللي تلاحظوه أمامكم. هنا كما قلنا الكمية نتاع البطاطا وباقي الخضر على حساب أفراد العائلة نتاعكم. قطعت كامل الكمية على شكل مكعبات، حطيتها في الكوكوط نتاعي، وبنفس الطريقة راح نزيد الحبة نتاع جريوات نتاعي. هنا الحبة نتاع القرعة ولا جريوات نتاعي تكون شوية يعني هنا كانت متوسطة. هنا نحيل هذاك اللب نتاعها وكذلك نقطعها مكعبات. نزيد نضيفها لهذيك البطاطا. هنا الخضر كامل نقطعوها مكعبات. نزيد كذلك نجيب حبة نتاع البصل نتاعي تكون شوية كبيرة، يعني هنا كانت متوسطة الحجم رايحة لكبيرة. كذلك نقطعها مكعبات كما تلاحظوا امامكم. هنا نحاولوا شويه نخشنوه ما نقوش بزاف باش ما يذوبش. نكمل نقطع كامل الحبه نتاعي ونزيد نضيفها على البطاطا والقرعه نتاعي. وكذلك عندي هنا بنفس الطريقه نزيد نقسم هذوك الحبات نتاع الفلفل نتاعي. هنا تقدروا كذلك تستعملوا الفلفل الحار، اللي يشتي الحار تقدروا تستغنوا عليه، انا هنا ما استعملتوش. ونزيد كذلك نضيف هذاك الفلفل باقي المكونات، بعد نضيف الملح والتوابل، شويه راس الحانوت، شويه فلفل احمر، شويه طماطم مصبره، وزدت حوالي 5 ملاعق كبار نتاع زيت نباتي. نخلط مليح المكونات نتاعي، ومن بعد نضيف هنا حوالي 4 كاس نتاع الماء باش ما يتحرقوليش المكونات، ونحطها تتقلى على النار هادئه ولا متوسطه. هنا لازم الخضر نتاعي يتقلاو مليح باش يطلقوا البناء نتاعهم. هنا نبقى نقليه في كل مرة نحرك باش ما يتحرقوش الخضر. هنا استضفت شويه نتاع طماطم مصبره، وهنا كذلك تقدروا تضيفوا حبه تاع الطماطم يعني نتاع الحب. شوفوا هنا بعد ما تقلات هذيك الخضر ويعني تبالت معاي، هنا تقلات مليح، رايحه هنا المرق بحوالي كاس ونص نتاع الماء، من احسن يكون دافي. نخلطهم مليح ونغطيهم، نغطيوهم ونخليهم يطيبوا من ربع ساعة لحتى 20 دقيقة. هنا يعني هذه المدة كافية، والنار تكون متوسطة. هنا بعد ما طابوا لي الخضر ولا الشكشوكة نتاعي، شوفوا انا خليت شوية لاصوص لانها راح تنشف، وانتم تقدروا تزيدوا تخليوها تنشف. بعدها هنا جبت 2 حبات نتاع البيض، يعني خلطتهم مليح. وهنا البيض تقدروا تضيفوه حتى 3 ولا 4 حبات، انا هنا اضفت 2 فقط. هنا خلطتهم واضفتهم لهذيك الشكشوكة نتاعي. انا هنا نخلطهم، وتقدروا نتوما تحطوا الحبة كاملة بلا ما تخلطوا، لكن أنا من الأحسن فضلت أني نخلطها. خلطتها مليح، يعني هنا استشعلت عليها حوالي نص دقيقة. كي جمد هذاك البيض نتاعي طفيت عليه وخليتها تبرد. هنا كل ما تبرد هذيك الشكشوكة نتاعي كل ما تزيد تشرب هذيك لاصوص وتعقد معاي. شوفوا هنا بعد ما خليتها بردت شوية، شوفوا جات ما شاء الله. صدقوني هاد الوصفة بزاف بنينة وصحية وسريعة التحضير، يعني متكلفش وقت ومتكلفش جهد، ومتناسب خاصة العاملات. انا حطيتها لكم في صحن التقديم باش نوري لكم النتيجة النهائية. شوفوا يعني هذيك الخضر طابت على حبة واحدة، وحتى هذيك البطاطا نتاعي طابت زبدة، يعني وبلا ما تتحرود معاي. يعني وهاد الوصفة كما قلنا تناسب للمزروبين ولا حتى خاصة العاملات، يعني يوجدوها بالخف والهليه. شوفوا هنا يعني صدقوني والبنة ما نحكي لكمش واحد الريحة، يعني حتى تجربوها يعني تشوفوا تذوقوا البنة وتشوفوا الريحة نتاعها.
إذا كانت هذه وصفتنا لنا اليوم، أتمنى تنال إعجابكم، جربوها. ما تنساوش البنات تدعمونا بجيم أبوني القناة باش تشجعوني، ونقول لكم سلام إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.